اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا مساء الفل والياسمين على أحلى متابعين، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال وانتوا بتشوفوني النهاردة. عاملين ايه؟ وحشني كتير من الفيديو اللي فات. النهاردة جايلكم بفيديو جديد وبيوم جديد. اليوم النهاردة هيكون مليان تفاصيل كتير وهيكون مليان حركة وبركة كده، هيكون كله نشاط ان شاء الله. انا متأكدة ان اليوم دوت هيعجبكم، هنقضي يوم طويل مع بعضينا. واليوم دوت صراحة اول فيديو دوت انا ما بعملوش معاكم كتير، من النادر قوي لما بعمل الفيديو ده معاكم. هيكون شامل كل حاجة وشامل المطبخ وشامل كل حاجة. طبعا انتوا عارفين ان ايه من النادر ان هي تخش المطبخ او تعمل حاجة صراحة. فالمهم بقى طبعا يلا بس نسمي الله كده ونبتدي نشوف هنعمل ايه. طبعا بقى انتوا عارفين ان انا الايام اللي فاتت دي كنت واخداها فحت وردم صراحة. فطبعا مع اني بقى خدتها فحت وردم فانا تعبت يعني، فقلت كنت محتاجة استراحة كده، وكنت محتاجة ان انا ارتاح شوية، كنت محتاجة هدنة صراحة بعد يعني بعد تنظيفات شتاء عميقة كده وطويلة انتوا عارفين، وهدت حيل بقى. كان الموضوع متعب بس الصراحة في الاخر زي ما بقول لكم الموضوع بيستاهل. دلوقتي طبعا اللي انا بقى دلوقتي بعمله يوميا كده، اللي انا بمسك الشقه بتاعتي انضفها وارتبها، وطبعا لازم احافظ على اللي انا عملته. مش ان انا خلاص نضفت وان انا اسيب الشقه ويعني عادي بقى خلاص اهمل فيها. لا، انا ما بفرش بقى الشقه، بحافظ جدا يعني على قد ما اقدر، طبعا بحافظ على اللي انا عملته عشان انا بكون طبعا تعبت فيه وتعبت فيه جامد كمان. انتوا عارفين طبعا التنظيفات العميقه دي ما بتكونش سهله، يعني كل ستات البيوت فاهمه الكلام اللي انا بقوله دوت، وفاهمه اللي انا بشرحه يعني دلوقتي، فما بتبقاش سهله صراحه علينا. فطبعا محتاجه مننا بقى ان احنا بعد ما بنفرش بتبقى محتاجه مننا شويه محافظه كده وشويه اهتمام. ومع ان طبعا دي تنظيفات الشتاء، والشتاء كده كده احنا ما بنشيلش فيه حاجه، فلازم تكون المحافظه بزياده يعني. المهم بقى طبعا كان عندي البلكونه بتاعتي مطربه كالعاده يعني بتاعتي، فالمهم طبعا نفضتها بقى كده كويس ومسحتها. طبعا اول مره امسح معاكم بالموب الجديده ديت. انا مسحت معاكم، مسحت الشقه يعني، مش اول مره انا امسح بيها، لكن انا اول مره امسح معاكم يعني. مسحت طبعا بيها الشقه، ما كنت بفرش الشقه وقلت لكم ان هي مش عايزه ميه كتير، يعني هي عايزه ان انت تبلي وتنشفي مش اكتر من كده. صراحه اما ببلي وبنشف بتكون ممتازه معايا بقى، او بتكون كويسه صراحه، يعني بتلم الميه معايا كويس قوي. المهم بقى طبعا انا مسحت البلكونه بتاعتي كده، وكان عندي غسيل نشرته بس انا نشرته مع نفسي يعني. المهم بقى وخلصت طبعا كده وشديت الستاير بتاعتي وكده الدنيا عندي بره نظيفه. هنا بقى جيت طبعا دخلت على اوضه النوم. اوضه النوم عندي كان الفرش بتاعها كان محتاج يتغير يعني، الملايه بتاعها، لكن مش المفرش القطيفه. يعني المفرش القطيفه مش يعني لما بنفرش المفرش القطيفه ما بتحتاجش على طول صراحه ان هي تتغير. بس انا عندي المفرش دوت بيكون فاتح، يعني فاتح زي ما انتم شايفين، ساعات صراحه بيتبهدل معايا اكتر من المفارش التانية. يعني انا عندي المفارش كلها التانية القطيفه كلها غامقه الصراحه، بتتحمل اكتر منه. بس انا بحب لما باجي افرش الشقه كده او اعمل تنظيفه بحب ان انا افرشه هو يعني. هو مفارش الاطفال بحس ان هم قريبين من بعض، وبحس ان هو طقم كده بيبقى شكلهم حلو قوي صراحه. المهم بقى طبعا انا هغير الملايه بس زي ما قلت لكم، لكن مش هغير المفرش. المفرش معايا لسه نضيف يعني، انا كنت لسه فرشاه فما لحقش الصراحه ان هو يتبهدل يعني. المهم بقى طبعا طلعت الملايه البامبا ديت وقلت افرشها عليه. طبعا انا اول ما بحب افرشه بحب افرشه على الملايه اللي هي الساري ديت الصفرة. برضو تبقى شكلها حلو، او مع ان طبعا المفرش بيبقى فيه حاجات صفرة وكده فصراحه بيكون شكلهم حلو. وبعدين بقى بعد ما بشيلها بحب ان انا اغير يعني. فزي ما قلت لكم بقى طبعا اللي انا بعمله دوت دي تنظيفات يوميه، او ده الروتين اليومي العادي الطبيعي اللي احنا بنعمله. ده يعني ده اللي احنا بنحافظ بيه على الشقه يعني. انا طبعا كل يوم بقى يوميا كده لازم يكون ايدي في الشقه، ولازم اشوف اللي متبهدل اعمله يعني. ما بستناش بقى صراحه عشان خاطر نحافظ على اللي احنا عملناه اول باول كده، لازم يكون ايدينا في الحاجه عشان خاطر ما تكسليش. لو كسلتي كل حاجه هترجع تاني تتبهدل معاكي، وكل حاجه بترجع تبوظ. وصراحة كده كده لو كسلنا يعني، كسلتي يوم كسلتي اتنين، في الاخر بيكون عليكي انتي الحاجة، بتكون عليكي. ما حدش بيساعدك فيها يعني، بيبقى صراحة في الاخر على دماغك انتي يعني. فالمهم بقى طبعا مفيش كسل يعني اليومين دولت صراحة، مفيش كسل. وزي ما قلت لكم عشان خاطر نقدر ان احنا نحافظ على الشقق بتاعتنا اطول فترة ممكنة، عشان خاطر الشتاء وكده. الشتاء لسه ما ابتداش يعني، برضو بالنسبة لي لسه الشتاء ما ابتداش. الشتاء يعني بحس ان هو صراحة من شهر 12 بيبقى اصعب يعني. انا بحس ان هو شهر 12 وشهر واحد الشتاء كله بالنسبة لي يعني. برضو هو لسه ما ابتداش قوي، ان مطلعتي الصراحة البطاطين عندي لحد دلوقتي.
يعني مش محتاجه لسه ان انا اطلع البطاطين، مجرد بس ان انا فرشت المفارش ديت، بتحس ان هي المفارش القطيفه، بحس ان هي دفت المكان، وطبعا والسجاد والستان بحس ان هما دفوا المكان صراحه معايا، يعني ما بحتاجش بقى البطاطين لسه عليها شويه. وبيني وبينكم كده انا بكسل عن ان انا اطلع البطاطين، بحس ان البطاطين دي بتكركب الدنيا كده وبتعمل لي كمكمه كده، صراحه انا ما بحبهاش، يعني عشان كده انا يعني مش بحب الشتاء قوي صراحه. المهم بقى طبعا خلاص انا خلصت كده فرش السرير، وابتديت بقى ان انا هلمع معايا برضو الدولاب كده على طول، يعني على طول مش ان انا هلمعه حته حته، انا هلمعه على طول بالجلانس كده، بس عشان لو عليه تراب ولا عليه اي حاجه يرجع يلمع معايا ويرجع يرد معايا. طبعا اللون الغامق دوت لو ايدك مش فيه على طول بتلاقي ان هو الصراحه بلاقي الدولاب بتاعي، يعني بلاقي ان هو طوس كده، وبلاقي ان هو لونه غمق، لكن لما بمسحه على طول اول باول وبريشه على طول، صراحة بحس ان هو على طول بيلمع وعلى طول بيكون نضيف معايا. هو اللون الغامق عموما بيبان في التراب بيبان في الاتساخ اكتر من اللون الفاتح بكتير قوي، عشان كده صراحة احنا بنحب الحاجات الفاتحة. المهم بقى طبعا خلاص انا عملت كده الدولاب لمعته كده، لمعت برضو الكومودينو يعني، وهبتدي بقى ان انا المع التسريحة بتاعتي، ويبقى الاوضه كده معايا زي الفل خلاص. مجرد بس ان انا غيرت الملايه بتاعتها وريشت كده الاوضه ونضفتها، هي حاجات بسيطه والله بس بتفرق كتير قوي فعلا. يعني انتي بتحسي ان هي حاجات بسيطه، يعني دي بالنسبه ان احنا نعمل تنظيفات عميقه، فدي حاجات بسيطه قوي، بحس ان هي حاجه بسيطه، يعني انا بعملها كده كل يوم، حاجه انا متعوده عليها ما بتتعبنيش ابدا في اي شيء يعني. بس الصراحه بتفرق في المكان وبتفرق في نظافه المكان، يعني كل يوم ان انت تقومي ترتبي الاوضه بتاعتك، او تنظمي السرير بتاعك، او تنظمي اوضتك، فعلا بتحسي بفرق كبير قوي. يعني انا بالنسبه لي صراحه لما بقوم الصبح ارتب كده وانظم الشقه بتاعتي، بحس طول النهار ان انا نفسيتي مرتاحه. لكن لو عندي اوضه متكركبه او محتاجه ان انا اغير الفرش بتاعها وكسلت عنها، طول النهار ضميري بيأنبني، طب مش كنت غيرت الفرش من النهارده، كنت غيرته، يعني بفضل طول النهار صراحه أنب ضميري يعني. فالمهم طبعا يعني مجرد بس ان انت بتنظمي كده وتحطي ايدك في الحاجه، بتحسي بفرق كبير قوي. المهم بقى طبعا خلاص هبتدي بقى كده هحط بقى حطة الغسيل ديت، عشان خاطر يعني وانا شغاله كده ما جمعش يعني غسيل على نفسي. المهم طبعا دي الملايه اللي انا لسه شايلاها معاكم، وكان عندي بقى كميه فوط كبيره صراحه في الباسكت، يعني كانت يعني مخليه لي غسيل في الباسكت. انتوا عارفين بقى طبعا دلوقتي هدوم الشتاء يعني بدأت تطلع شويه، او الهدوم الخريفي، الباسكت ما بقاش يتحمل صراحة الغسيل بقى، يعني كنا بنعاني منه في الصيف، يعني احنا كستات كلنا كنا بنعاني في من الغسيل في الصيف. دلوقتي بقى طبعا في الشتاء اكتر بكتير قوي، يعني انت لو كنت بتحطي حتة واحدة في الصيف، في الشتاء تقدري ان انت تحطي حطتين. عندنا طبعا الغسيل بيكون كتير قوي صراحة في الشتاء، ومجرد ما بنقلع يعني مثلا تقلعي جلابية، بتقلعي تيشيرت، بتقلعي يعني اي حاجة بس من حاجات الشتاء، بتلاقي عايزة تحطي حطة في الغسيل. المهم بقى طبعا جبت بقى الفوط بتاعتي كده، وكان عندي حاجات فاتحه تاني بسيطه قوي حطيتها مع الملايه، ما بحطش حاجه اكتر من كده مع دوره الملايات، يعني من النادر قوي كمان لو ما احطي يعني جلابيه فاتحه او جاكيت فاتح بس مع الملايات. انا بحب ان انا اشغل الدوره ديت فوط والملايه بس، مش اكتر من كده. المهم بقى طبعا انا حطيتهم كده وسبتهم بقى مع نفسهم. نيجي بقى للتقيل، يعني نخش بقى على التقيل. طبعا بقى مع اني انا تعبت كتير قوي، فانا حبيت ان انا اكافئ نفسي. طبعا انا من الناس اللي بحب طبعا بحب الكرنب جدا، بحب محشي الكرنب جدا، بحبه قوي قوي يعني. من اكتر الاكلات بالنسبه لي في الشتاء المميزه يعني، واللي انا بحبها صراحه. فانا بقى طبعا مع اني تعبت بقى كتير كده، فقلت ان انا لازم اكافئ نفسي، يعني طلبت من ماما صراحه ان هي تجيب لنا محشي كروم. وانتوا عارفين طالما بقى ماما جابت محشي كروم انا اللي بتدبس فيه، مش مهم عشان انا بحبه. بصوا خلينا متفقين مع بعض، لما بتكوني بتحبي اي حاجه، اي حاجه بتحبيها بتعمليها برضا كده وبتعمليها بحب، ما بتتعبكيش في حاجه ابدا يعني. انا طالما انا عارفه طبعا في ناس كتير قوي بالنسبه لها يعني اليوم بتاع المحشي ده بيبقى دربكه وبيبقى تعب، وبالذات كمان الكرنب بقى ان انت بتجيبيه وتسلقيه وتقطعيه وترجعي تحشيه، فهو صراحه بيكون تعب يعني. في ناس طبعا بتستثقله، لكن انا عشان انا بحبه فما بحسوش ما بحسوش الصراحه ان هو تقيل عليا ابدا، مش بتضايق يعني منه. المهم بقى طبعا انا كده يعني ماما كانت سلقالي صراحه، ماما كانت في اليوم دوت مش موجوده، فهي سلقته لي بقى الصبح صراحه قبل ما تنزل، وعملت كمان التغذيه.
المهم بقى عقبال انا ما صحيت من النوم كده وزي ما انتم شايفين مسكت طبعا الاول نظمت الشقه بتاعتي بره ونضفتها، والشقه كده معايا بره مرتبه ونظيفه يعني، عشان خاطر ان انا اقدر اخش ان انا اقطع يعني ورق الكرنب وكده. ما اقدرش ان انا اسيب الشقه بره ما تكونش اوضه نضيفه او مترتبه، هحس ان انا مش عارفه اعمل الحاجه صراحه. فالمهم بقى طبعا دخلت بقى على المطبخ زي ما انتم شايفين، جبت بقى حاجتي وقعدت في الارض، قلت ما بديهاش بقى صراحه، طالما الشقه عندي نضيفه بحس براحه نفسيه صراحه، بحس ان انا قاعده مرتاحه كده وسعيده. المهم بقى طبعا بعمل الحاجه صراحه وانا سعيده كده. فالمهم بقى طبعا جبت حاجتي بقى، وانتوا عارفين طبعا بدل ما اقف بقى على الرخامه وافضل اقطع يعني على الرخامه، رحت قلت لا ما بديهاش بقى، وجبت الكرنب بصراحه وقلت يعني دي قاعده صراحه. المهم بقى طبعا عندي بقى الصراحه كرومبايه يعني ماما كانت جايباها ديت، ما كانتش صبحه قوي، فهي ما كانتش عجباني قوي صراحه في التقطيع يعني. الورق بتاعها كان خفيف قوي، او يمكن مش عارفه يعني، يمكن عشان لسه طالع الكرنب او ايه، مش عارفه صراحه. بس هي كان ورقها كان خفيف قوي وما كانتش صراحه متحمل. المهم بقى طبعا انا مسكتها كده ابتديت ان انا اقطعها بايدي، انا عندي طريقتين في التقطيع يعني. طريقه ان انا بلف ورقه الكرنب يعني بلفها رول كده واقطعها لاجزاء، وبعدين برجع ان انا افك ورقه ورقه واقطعها بايدي، والطريقه التانية ان انا بقطعها باخدها يعني تلات وهي محطوطه كده الورقه متنيه، بقطعها يعني لتلات قطع كده واعملها ويبقى الورق كله متساوي. بس صراحه الورقه ديت ما نفعتش معايا يعني ما نفعش معايا ان انا اعمل صراحه الكرومبايه دي كده، لاني فعلا زي ما قلت لكم كانت تقريبا بايته والورق بتاعها ما اتحملش. فالمهم مش مشكله يعني، النتيجه في الاخر واحد، ان انا اقطعها كده بس المهم إن لازم تعرفي ان انت لما يكون في ايديكي مثلا كرومبايه زي كده، طبعا انا بقول الكلام دوت للبنات اللي ما بتحبش المطبخ زي، مش للستات طبعا، الستات شاطره وعارفين هم بيعملوا ايه، وعارفين طبعا يعني المطبخ اساسياته ايه، لكن انا صراحه بقول الكلام دوت للبنات اللي لسه بقى هيتجوزوا، واللي لسه بيفكروا يخشوا المطبخ، واللي لسه بيفكروا يعملوا الحاجات دي. فلازم يعني انا قصدي اقول لازم يكون عندك كذا طريقه ان انت تعرفي تتحكمي فيها في الورق يعني، عشان خاطر تقدري ان انت تلمي الكرومبايه على قد ما تقدري، ما تهدريش ورق منك يعني. فالمهم بقى طبعا انا كده كنت قطعت الورق بتاعي ونضفت بقى المطبخ مكان ما قطعت يعني الورق، وهنا بقى طلعتي على الشقه. ليه طلعتي على الشقه تاني؟ انت مش قلت الشقه نظيفه؟ طبعا الحمد لله الشقه عندي نظيفه. اللي خلاني طبعا ان انا طلعتي على الشقه تاني، انا لسه كنت هشفط الشقه كلها، لسه يعني كنت هكنسها كلها، فقلت طبعا قبل ما اقعد بقى ان انا احشي الكروم لازم طبعا اطلع بقى ان انا اشفط الشقه، عشان خاطر تبقى عندي الشقه نظيفه. اخلص بقى الكرنب بصراحه، ومش هعمل حاجه تاني، هقعد بقى استناه يستوي عشان انا اكله. فالمهم بقى طلعتي بقى زي ما انتم شايفين كده، همسك الشقه كلها شفطها، ابتدي بقى ان انا المع الترابيزات الترابيزه بتاعت الشاشه يعني، والمع معايا اي حاجه عايزه تتلمع، وانفض المفارش عشان خاطر لو في اي تراب يعني اشفطه، لو في اي تراب اي حاجه عليهم تنزل في الارض، وابتدي ان انا اشفط. طبعا بصي يعني انا بحب ان انا انظم يومي يعني، لو انتوا واخدين بالكم انا مشيت يومي بالترتيب يعني، او انا نظمته الصراحه، بحب ان انا لما اعمل اي حاجه بحب ان انا انظمها يعني. والله صدقوني النظام بيفرق كتير قوي، وبيفرق كمان في يومك كتير قوي، وبتحسي ان انت بتقدري تنظمي وقتك، وبتحسي ان انت قدرتي ان انت تستغلي وقتك او تستغلي يومك، يعني تستغليه صح صراحة يعني. بحس ان انا لما بنظمه كده بحس ان انا بعمل حاجات كتير قوي في يومي، وبحس ان انا استغلته صح. فالمهم طبعا انا حبيت ان انا في اليوم ده ورايا، طالما ورايا يعني حاجات انا عايزة اعملها كتير، فحبيت ان انا انظم يومي، اعمل ايه اول حاجة، امشي يومي ازاي يعني، ما عملتوش يعني ما سبتهوش فوضى كده صراحه. فالمهم كده طبعا بالنسبه لي كان افضل واحسن بكتير قوي، وخلصت كل اللي ورايا، وكمان يعني كان فاضل لي بقيت يوم كده استمتعت فيه بقى انا الصراحه. المهم طبعا هنا بقى هبتدي خلاص ان انا اشفط زي ما انتوا شايفين، اشفط السجاد كده. طبعا تشفيط السجاد دوت كل يوم بيفرق صراحه في المكان يعني، بيفرق في المكان جامد قوي. المهم بقى طبعا انا شفطت الاوضه كده ولمعتها وهي نظيفه معايا وزي الفل زي ما انتم شايفين، مش محتاجه ترويق ولا محتاجه اي حاجه. هبتدي بقى ان انا اعطر كده وهدي النور بتاعها، وهبتدي بقى ان انا اطلع لمكان تاني، وكده الاوضه دي بتاعتي بقت زي الفل زي ما انتم شايفين. هطلع بقى طبعا على الريسبشن كده، وابتدي برضو ان انا طبعا انا شفطت اوضه الاطفال لكن ما شفطتهاش معاكم صراحه.
ما فيش اوضه ان انا بقى يعني بشغل المكنسه، ما فيش اوضه ان انا ما بشفطهاش. يعني انا بشغل المكنسه، ممكن اشفط معاكم اوضه اوضتين، لكن انا بشفط بقيه الشقه كلها مع نفسي صراحه. زي ما قلت لكم، يعني موضوع التشفيط كل يوم دوت، ان انت تشفطي السجاده كل يوم بيفرق صراحه، فعلا بيفرق في المكان كتير، وبيفرق معاكي كتير قوي. سيراميك مثلا زي اللي باين عندي دوت، كل يوم مثلا لو بيفرق معايا شوية في التراب، يعني صراحة بيفرق معايا، يعني لما بشفطه كده بحس ان هو بيفرق معايا شوية، ان هو بيتجمع عليه تراب. المهم بقى هبتدي طبعا ان انا انفض بقى المفارش بتاعتي كده، والمع الكراسي بتاعتي، يعني زي ما قلت لكم. مجرد ان انا يعني همشي على اي حاجة عايزة تتلمع طبعا بلمعها وبريشها. وبعدين اي حاجة عايزة تتعدل معايا في طريقي كده. وبعدين المكنسة صراحة، المكنسة برضو بتفرق معايا في السجاد كتير، ان هي السجاد بتزيح من عليه التراب وبتحافظ عليه. يعني انا بحس الصراحه ان المكنسه بتحافظ لي على على السجاد. يعني لو السجاد عليه ما بيكون عليه اي تراب، طبعا يوميا السجاد عليه تراب، يعني عليه تراب، عليه حصو، عليه مكان اي حاجه، مكان الاكل، مكان ما بنقعد، مكان، فطبيعي بيكون السجاد عليه اي حاجه ممكن انت عينك ما بتشوفهاش، لكن هو بيكون متجمع عليه حاجات. فانا صراحه لما بشفطه كل يوم بحس ان هو بيلمع، وبحس ان هو بيرجع يرد معايا تاني وينضف معايا. فالمهم بقى ابتدي طبعا ان انا يعني اشفط بقى السجاد كده زي ما انتم شايفين. طبعا انا مفرشتش معاكم مفرشتش معاكم الريسبشن، فرشت معاكم بس الاوضه واوضه الاطفال. استكفيت في الفرش، يعني استكفيت معاكم صراحه بالاوضتين دولت. محبتش بقى ان انا اطول عليكم، محبتش ان انا ساعتها اطول على نفسي يعني اكتر من كده، عشان خاطر انتوا عارفين زي ما قلت لكم. عندي صراحه بقيت فرش الشقه في تفاصيل، بيكون في تفاصيل كتير قوي، وساعات بقى الفرش السجاد، فالموضوع بيكون طويل معايا. فده اللي بيخليني صراحة ما بقدرش ان انا افرش معاكم الشقة كلها. يعني من النادر قوي لو فرشت الشقة معاكم كلها، بيكون بالنسبة لي صراحة بيكون مجهود كبير قوي عليا، او بيكون صعب. طبعا التصوير مش حاجة سهلة، يعني مش ما تفكروش ان انتوا بتشوفوا، يعني طبعا اصحاب القنوات فاهمين كل الكلام ده. التصوير مش حاجه سهله ابدا، يعني مش ما تفكرش انتوا بتشوفوا فيديو مدته قصيره مدته طويله فهو ده بيكون بالنسبه لي سهل. يعني ده والله بيكون صعب بالنسبه لنا، وبالذات لما بنكون بنعمل حاجه صعبه بياخد مننا مجهود وبياخد مننا وقت. يعني مش حاجه بسيطه، مفيش حاجه سهله. خلينا متفقين مع بعض ان مفيش حاجه بتكون سهله ولا حاجه بتكون بسيطه. كل حاجه بتكون لما بتكوني عايزه منها، كل حاجه بتكون فيها تعب، يعني على قد ما بتديه على قد ما بتديكي. المهم بقى طبعا خلاص انا خلصت كده الجزء اللي هناك كله، ابتديت بقى اجي هنا على ترابيزه الشاشه. برضو هلمعها برضو كويس قوي، وهلمعها من تحت. طبعا انتوا عارفين الترابيزه دي عندي على طول مليانه تراب صراحه. يعني بصوا انا فرشه الشقه مش فرشه الشقه، خرجوا الترابيزه دي بره الموضوع. طبعا لونها اللي بيفرق معايا كده لونها، بس هي صراحه شكلها، يعني انا بحس ان لونها اشيك وشكلها بيكون احلى. عموما انا بحب اللون الاسود جدا. اللون الاسود دوت من اشيك الالوان ومن احب الالوان بالنسبه لي صراحه، وهو واللون الابيض. يعني بحب اللونين دول، بس انا بحب الاسود اكتر من الابيض بكتير قوي. الاسود كده بحس ان هو بيدي فخامه، يعني هو في اللبس في اي حاجه بالنسبه لي بحس ان هو بيدي فخامه، وبحس ان هو فعلا شيك، يعني من اشيك الالوان واحلى الالوان بالنسبه لي. المهم طبعا خلاص خلصت بقى كده، لمعت الترابيزه كويس قوي ولمعتها من تحت كويس قوي، بس انا ما بلمعهاش معاكم عشان انا بلمعها حته حته يعني. فالمهم طبعا خلاص هبتدي بقى ان انا اشفط الجزء دوت زي ما انتم شايفين. مجرد ان انا هشفط الشقه كلها، والشقه كلها هتبقى معايا نظيفه وزي الفل زي ما انتم شايفين. خلاص كده يكون طبعا بالنسبه لي هيكون خلاص، يعني الشقه كده هتكون خلصت وما فيهاش اي حاجه تاني. ما فيهاش اي حاجه عايزه طبعا المكان اللي انا بكنسه وبلمعه طبعا خلاص بطفي بقى النور بتاعه وبهدي الشقه كده. طالما خلاص كنستيها ونضفتيها انت كده كده طبيعي بتحسي ان صراحه الشقه هديت معاكي وراقت ونضيفه يعني. طبعا النظافه بقى والنظام دوت واللي انتوا شايفينه دوت، يعني مش بالسهل. يعني انت شقتك عشان تكون نضيفه ومنظمه كده لازم دايما تكون ايدك فيها، ولازم على طول من كل فتره والتانيه لازم تعملي لها تنظيفات. يعني مش الشقه مش ان احنا على طول كل يوم ان احنا نروقها او نكنسها ومثلا نمسح اوضه او نشيل فرش اوضه. لا، بيجي فتره على الشقه مهما تعملي فيها ما بتنضفش، بتبقى محتاجه ان انت ترجعي ان انت تشيلي كل الحاجه بتاعتها وتغسليها كلها وترجعي تفرشيها كلها مره واحده. في الوقت دوت بتحس ان هي رجعت تاني، يعني ان انت تقدري تاني بقى ان انت تعملي الروتين اليومي العادي او التنظيف اليومي بتاعك العادي. الا لو من كل فتره والتانيه ما عملتيش الموضوع دوت، مهما نظفتي شقتك عمرها ما هترضيكي. يعني بالنسبه لي صراحه
لما الشقه بتاعتي كلها بتتبهدل وبرجع ان انا يعني انضفها بقى واغير الفرش بتاعها، ما بترضينيش صراحه، ما بترضينيش غير لما انا اشيلها وارجع افرشها كده تاني. المهم بقى انا خلاص خلصت كنس الشقه كله كده زي ما انتم شايفين، واخر حاجه انا بكنسها معايا بتكون اوضه النوم يعني. فالمهم لما بكون جايه من بره او ما بكون بكنس من بره صراحه، ساعات ببتدي بيها بس ده بيبقى من القليل قوي. المهم طبعا خلاص كده خلصت وعطرتها زي ما انتم شايفين، وكده الشقه بقت معايا زي الفل، طفيت النور بتاعها كله وكده بقت معايا زي الفل. نخش بقى على المطبخ ونخش نشوف اللي ورانا. طبعا هنا بقى خلاص زي ما قلت لكم طبعا انا قطعت بقى الورق وسبته كده على جنب لحد ما خلصت اللي ورايا في الشقه بره. هنا بقى طبعا هبتدي بقى ان انا اقلب التخديعه بتاعتي، والحمد لله المره دي مش سخنه يعني. طبعا هي برد كل مره طبعا ماما لما بتيجي تعملها وبعد ما بتدفع عليها على طول كنت انا بحشي يعني الورق بس. كان بيبقى سخن اوي، فالحمد لله المره دي كنت سعيده ان هي كانت بارده يعني وما لسعتش ايدي صراحه. فالمهم طبعا ابتديت بقى ان انا احط الرز بتاعي كده والتخديعه، بحط التخديعه كلها زي ما انتم شايفين. بس صراحة مش ما قلبتهاش في الحلة يعني. احنا صراحة ما بنحبش نعمل مواعين كتير لما بنيجي نعمل المحشي دوت. ماما طبعا الحلة اللي بتسلق فيها بتسبك فيها، وساعات انا كمان بحشي فيها. احنا ما بنعملش مواعين كتير ابدا يعني. واحنا بنعمل محشي ما بنحبش ان احنا نعمل مواعين كركب الدنيا ونبهدل الدنيا. ساعات ممكن يعني في ناس بتسلق في حلة وبتخدع في حلة وبتحشي. طبعا الحشو دوت خلوه على جنب، وطبعا بتقلب في حلة تانية، فبتلاقي عندك مواعين كتير اخر ما بتخلصي. وطبعا اهم حاجة واحسن حاجة ان انت طول ما انت واقفة في المطبخ ايدك تكون في المواعين على طول، ده بيروق معاكي المطبخ صراحة. وبينظف الدنيا من حواليك يعني. حتى يعني انا مثلا قطعت الورق بتاعي، فطبعا عملت مواعين مش ما عملتش يعني. وكان عندي كام حاجه في الحوض قبل طبعا ما اطلع من المطبخ، مسكتهم ونضفتهم وغسلتهم يعني كويس، او بحيث ان انا لما ارجع اخش المطبخ تاني يبقى ما عنديش مواعين وما احسش ان هو مؤذي للعين يعني. صراحه انا بحس ان المواعين وكركبه المطبخ تكون مؤذيه للعين ومؤذيه لست البيت يعني. لما بحس ان وهي واقفه في المطبخ كده بحس ان هي مش مرتاحه، مفيش راحه طالما المطبخ حواليكي مكركب ومش نضيف. المهم بقى طبعا انا قلبت بقى التخديع زي ما انتم شايفين. احنا الخضره بنحطها في التسبيكه يعني. احنا عندنا ماما بتحط دايما يعني من زمان قوي تحط الخضره في التسبيكه. طبعا ماما عملت معاكم كذا مره تسبيكه المحشي، وريتها لكم يعني كذا مره. صراحه تسبيكه المحشي بتاعت ماما فظيعه يعني، جميله صراحه والله مش ببالغ يعني، مش ان انا عشان خاطر ماما، لا فعلا هي التسبيكه بتاعتها جميله قوي، مع ان ماما ما بتحطش اي بهارات للتسبيكه، والتسبيكه بتاعتها صراحه بتكون طعمها حلو معسله قوي. فاحنا ما بنحبش البهارات بتاعه المحشي صراحه، مش بنحب البهارات عموما يعني. المهم بقى طبعا قلبت كده وما كانش عندي صراحه خضره تاني ان انا احطها على الوش، فبنستكفى بقى بالخضره اللي ماما بتكون حطاها في التسبيك. المهم شويه النعناع دولت اساسي يعني بالنسبه لنا كده، بحط شويه نعناع من على الوش زي ما انتم شايفين. النعناع بيكون مطحون، بحطه من على الوش صراحة بيفرق في الريحة وبيفرق في الطعم، بيدي طعم حلو قوي للمحشي، وكمان وانتي بتسويه بيكون ريحته حلوة قوي. المهم بقى طبعا ابتديت بقى ان انا جبت الحلال بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، برضو قعدت في الارض صراحة. هو بصوا يعني بالنسبة لي صراحة احلى حاجة لما بتعملي المحشي بتقعدي في الارض، بس انا ما حبيتش اخرج بره المطبخ يعني. ما حبيتش ان انا بهدل الدنيا بره. ساعات لما ماما بتكون شغاله في المطبخ وبتعمل حاجات تاني انا غصب عني بقى باخد الحاجه ديت واطلع اقعد مثلا في اوضه النوم، بطلع اقعد بره عموما. لكن لما بيكونش في حاجه في المطبخ زي ما انتم شايفين بقعد بقى صراحه، وبيكون ده بالنسبه لي احسن وافضل. بينظف معايا الدنيا اكتر يعني. ما بعمل كل حاجه في المطبخ بتنظف معايا، بالذات حاجه المحشي. فالمهم بقى طبعا حطيت بقى الورق بتاعي، وطبعا انا بحشي على طبق، مش بحشي على ايدي يعني. ما بعرفش احشي على ايدي، وبالنسبه لي كمان بحس ان اللف على الطبق بيكون افضل بالنسبه لي، بحس ان هو بيبرم الصابع كويس قوي وبيكون شكله افضل واحسن يعني. ده بالنسبه لي يعني. طبعا في ناس بتكون شاطره قوي في موضوع اللف على ايديها، ده على حسب التعود وعلى حسب كل واحد وراحته يعني. انا بحس ان انا بالنسبه لي كده افضل. كنت ممكن ان انا اتعلم اللف على ايدي، بس انا بحس ان الصبع كده بيبقى شكله احلى ومبروم اكتر. وشكله بالنسبه لي بيديني شكل في الاخر احلى يعني في الحله. مع ان طبعا احنا بنرص المحشي بتاعنا مش بنحطه كده وخلاص يعني. انا برص صابع صابع
طبعا بقى انا مش هطول عليكم اكتر من كده، انا هكمل الموضوع ده مع نفسي، ودلوقتي هكون وصلت لنهايه الفيديو. يا رب يكون عجبكم. دلوقتي